إن الهم والحزن من صفات هذه الدنيا الفانية، وقد يصاب الإنسان بحالة من الهم والحزن مما قد يصيبه من مصائب ومشاكل في حياته اليومية. قال تعالى: لقد خلقنا الإنسان في كبد. صدق الله العظيم. ومعنى في كبد أي في مشقة وفي تعب، فلا راحة في الدنيا إلا في ذكر الله تعالى وعبادته، فالراحة الحقيقية في الجنة. أما الدنيا فقد يصاب الإنسان فيها بالهم والحزن، ولكن الله تعالى الرحيم بعباده جاء إلينا في كتابه الكريم بآيات معجزات فيها الشفاء. فالله تعالى قال عن القرآن الكريم: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. فإذا قرأت هذه الآيات فستشعر براحة وطمأنينة وسعادة لا توصف، وستشعر ببرد نزل على قلبك، وسيزول عنك الضيق والحزن. فعلينا بهذه الآيات التي تزيل الهم والحزن، والتي علمها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الآيات هي: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم، وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. بسم الله الرحمن الرحيم، فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم، ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون، وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم، هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. بسم الله الرحمن الرحيم، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. بسم الله الرحمن الرحيم، وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. صدق الله العظيم.